نبص هنا على نموذج برضو من الاختيارات الغلط ومن القرارات الغلط اللي لعيبه النادي الاهلي عملتها في الماتش كله بالتحديد. كان معانا الشوط الاولاني الكرة دلوقتي اللي معاه الكرة ده معلول. طيب معلول ده قدامه دلوقتي عنده ثلاث اختيارات للعب الكورة. الاختيار الاولاني انه يلعب لحسين الشحات، تمام ده. او الاختيار التاني او الاختيار التاني انه يلعب لكهربا. او الاختيار الابعد ان تتلعب لتاو. كويس. طب حلو قوي. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان معلول ساب اللي حصل ان معلول ساب الشحات لوحده، وساب كهربا اللي ممكن يتلعب له ويروح ثرو هو والجون في الفدان اللي احنا شايفينه قدامنا ده كله. وبعد كل اللي هو عمله ده لعبها لتاو. طب تاو طبعا كان اصلا في صعوبة ان تاو يعرف يعدي، يعرف يلحق الكورة. الجون هنا متقدم والمدافع في نفس الوقت اطول بكتير من تاو، فمن المنطقي ان انت لما تحاول ترفعها ان المدافع غالبا هيلحقها، فبالتالي الكرة ما عملتش اي خطورة. هنكمل اللعبة اهي. طيب بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا ان معلول، بقى عندنا هنا ادي حسين الشحات عنده فدان فاضي، وطبعا كهربا، وادي المساحة اللي قدام كهربا كلها اهي. تمام. كهربا عنده هنا كل ده فاضي. طب عملنا ايه؟ لعبها هو معلول، لعب الاختيار بتاعه ان كان تاو يبقى هو الاختيار اللي عليه العين. وللاسف لما اتلعبت المدافع لحقها والدنيا باظت والكرة راحت. من نماذج لعب الاهلي واللي حصلت واتكررت كتير في ماتش سيمبا سواء ذهاب او عودة، هو فكرة الكرة الطويلة اللي بتتلعب من اي لعيب من اللي موجودين، سواء محمد هاني، سواء مروان عطية، سواء معلول او غيره ايا يكن. ان الكرة الطويلة في ظهر الدفاع، واستغلال فكرة ان دفاع سيمبا، تمام، بيلعب دفاع متقدم. لو لاحظنا هنا هم هنا ده الخط الطبيعي. لو دفاع متأخر هتلاقيهم ممكن راجعين على خط ال 18 او راجعين بعده شويه. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الكرة وصلت من هنا، من عندنا، من اول هاني اللي معاه الكرة. تمام. نبص بقى هنا قفشه لعب في ظهر الاتنين المدافعين اللي واقفين غلط. الاتنين المدافعين اللي واقفين غلط، سايبين مسافة ما بين خط وسطهم والدفاع. تمام. طيب سايبين مسافة ما بين خط وسطهم والدفاع. كويس. ولعب هنا، ولعب في ظهرهم قفشه. تمام. طيب كان عندنا هنا الفرصة تحرك قفشه هنا. طبعا هو تحرك مثالي، لان انت مسافة ما هو هنا بيجري، مسافة ما هنا محمد هاني هيلعبها، تمام، هيتحرك هنا قفشه، وكهربا هيتحرك هنا. ادي الكرة هنا. تمام. حلو قوي. اتحرك قفشه زي الفل ولعبها الكهربا، لكن للاسف طبعا كانت الكرة هنا طويلة. تمام. ولحق الجون بتاعهم كان من الأعداد بتاعته غالبا، ودايما بتلاقيه متقدم شوية حلوين عن الجون بتاعه. تمام. وده كان ممكن نستغل انك تلعب كرة اصلا تسقطها له في قلب الجون. هنا قفشه كويس قوي وتحسن قوي في ان هو يلعب بدماغه، فعرف يلعبها الكهربا. تمام. لكن للاسف طلعت طويلة والجون شالها. هنا الكرة اهي. تمام. الكرة هنا طبعا كهربا اتحرك لها متأخر، اتحركت، كانت اطول من كهربا، وللاسف كهربا ما التحمش هنا مع الجون او حاول يمد رجله وطلع الجون. عرف ياخد وعرف الجون ياخدها كهربا والفرصه راحت. برضو من الاختيارات نبص هنا الهجمه دي، ده برضو قرارات كلها غريبه وموجوده معانا. طيب ايه اللي حصل هنا؟ قفشه هنا ضغط على قفشه ضغط على المدافع. تمام. كويس قوي. هنا ده قفشه اللي بيضغط، قفشه ضغط على المدافع. تمام زي الفل قوي. كويس. وبعدين المفروض هو ضغط هنا ولعبها الكهرباء. كهربا هنا تعامل نموذجي، يعني ما خدش الكرة وطمع فيها ولا اي حاجة. كهربا هنا وصلت له الكورة، تمام، دايركت، قام لاعبها في المساحة الفاضية لقفشه. تمام. لحد كده تمام زي الفل. نبص بقى المحصلة النهائية بتاعت قفشه عمل ايه. كويس. تمام. هنا قفشه كل اللي عمله قفشه، تمام، بدل ما ياخد المساحه من الاول ويجري على الجون، تمام، قفشه تباطأ فيها وحب، انا في رايي ان هو يلبسها لاي حد تاني، وحب هنا لعبها هنا بكعبه. تمام. لحسين الشحات. طب انت عملت ايه؟ الشحات هنا اهو. كويس. ده الشحات اللي عليه الدايره ده. تمام. طب حلوه انت لعبتها. طب اللي حصل ايه؟ الشحات طبعا جايب سرعته، وغالبا ما توقعش ان قفشه هيلعبها بكعب رجله. فطبعا لما اتلعبت للاسف
اتقطعت من حسين الشحات، جت في طبعا وجاي بسرعته، خدها برجله، طولت منه، جه المدافع طلع الكورة. نموذج تاني برضو للكور الطويلة اللي احنا بنلعبها. احنا بدل ما كنا بنطلع من تحت بنلعب بطريقة 2-3-5 باستغلالا للدفاع طبعا بتاع سيمبا، اتقلبت الطريقة اللعب كور طولية. لحد كده مفيش مشكلة. اللي معاه الكورة ده علي معلول. نبص علي معلول هنا ايه، هو هنا يشوطها وهيعليها. تمام. نبص الكورة جت طويلة تمام من معلول، نزلت على كهربا. ده كهربا. تمام، حلو قوي زي الفل. عمل ايه كهربا؟ عمل الحاجه المتوقعه اللي هو المفروض اي مهاجم يعملها، ان هو هيردها تاني، هياخدها بدماغه ويردها لقفشه. تمام. في نفس الوقت اللي بيحصل فيه كده، حسين الشحات اهو بيتحرك في المساحه الفاضيه تحرك نموذجي زي الفل. نبص بقى هنا قفشه عمل ايه. قفشه كان قدامه اكتر من اختيار. تمام، الاختيار الاولاني لقفشه ان انا العبها لحسين الشحات في المسافه اللي بيجري فيها، او الاختيار التاني ان انا العبها هنا لكهربا اللي جاري معايا مظبوط. تمام. اللي على اليمين خالص ده عندنا ده تاو. طب هو تاو عمل ايه بقى؟ قفشه عمل ايه؟ قفشه في الحاله دي كلها ساب كل الكلام ده ولعبها هنا، ولعبها لتاو اللي هو ابعد واحد عن الكوره. وادي الكرة مع هنا قفشة، وادي تاو هو اللي راحت له الكرة في الآخر، وضيعنا على نفسنا فرصة ممكن كانت تبقى جون بسهولة جدا. طيب نبص برضو لاختيارات الكورة الطويلة اللي احنا اعتمدنا عليها. اللي معاه الكورة ده محمد هاني، واللي بيجري له في المساحة هنا ده قفشة. وادي تاو نازل له، وكهربا واقف في مكان متميز جدا في ظهر المدافع. طيب اللي حصل ايه؟ قفشة اتحرك هايل زي الفل قوي، بس لما جه يعمل كرة عرضية تمام، طلعت الكرة عرضية بطيئة جدا وخدها الجون بتاع سيمبا. من القرارات برضو اللي كانت غريبة جدا هو اللي انا شايفه ان انانية كبيرة من حسين الشحات. الكرة اللي احنا شايفينها دي تمام، اللي معاه الكرة ده ادي حسين الشحات. طب مين اللي واقف قدامه هنا ده؟ تمام، ده قفشة. طب نبص هنا قفشة كويس، عمل ايه حسين الشحات؟ بدل ما يلعب لقفشة بالعرض تمام، قرر ان هو يرقص اللعيب ويشوطها، فبالتالي طبعا الكرة طلعت ضعيفة جدا وضاعت علينا فرصة، في حين ان لو كانت راحت لقفشة من الاول كانت ممكن الكرة تبقى احسن وكانت ممكن تعمل لنا فرصة. حاجة تانية، تأخير حسين ان هو يلعب الكرة من اول ما لمسها، وقعت الاتنين بتوعنا تاو وكهربا في الاوفسايد، وده اتكرر اكتر من مرة في الماتش ده. وادي الفرصة في الاخر الجون شالها، اتردد كهربا ما كانش مستعد طبعا للموضوع، وفي الاخر الكرة ضاعت. برضو هنا من نموذج اعتمادنا على الكور الطويلة. تمام، اللي معاه الكورة ده حسين الشحات. طب حسين الشحات هنا عمل ايه؟ حسين الشحات لعبها طويلة لكهربا اللي اتحرك فيها زي ما الكتاب بيقول، واتحرك فيها حلو جدا. تمام، قطع من قدام المدافع، ولحد كده احنا تمام زي الفل. نيجي بقى للمشكله، وزي ما احنا بنقول ان هي مشكله قرار. كهربا معاك كوره تمام، طب انت زي الفل اهو، عنده حل سهل جدا انه يلعبها لقفشه ويجري هو. تمام، ويجري هو ياخد يتحرك وياخد الطو من قفشه كويس. طيب اللي حصل ان هو اللي قرر كهربا ان هو يعمله، بدل ما القفشه انه ياخد السكه دي ويلعبها هنا لتاو، يلعبها هنا لتاو اللي جاي رافع ايده. وطبعا هنا الكرة اتلعبت تاو، لعبت تاو هنا، طبعا الكرة اتحرك ماشي تمام كويس زي الفل، لكن المدافع طبعا عرف يقطعها. طيب نبص هنا بقى لكورة، لو انت يعني لو ضغطك عالي ولا حاجة ما تركزش معانا في اللي احنا هنشوفه ده. تمام. طيب اللي عليه الدايرة ده المفروض ان ده محمد عبد المنعم وده المهاجم. الكرة اتلعبت عليه، المهاجم سبق محمد عبد المنعم لحد كده وتمام، احنا زي الفل هنا مفيش حاجة اهو. بص بقى اللي هيحصل. المفروض تمام، المفروض ان طبعا نتيجة ان في هنا مسافة كبيرة ما بين المدافع بتاعنا والمهاجم، المهاجم هنا خدها عادي جدا مفيش اي مشكلة خالص. تمام زي الفل. وادي عندنا معلول ده اللي بيتعدى من قدامه كويس، وطبعا هنا ده محمد هاني كويس برضه بيحاول ان هو يلحق ويقفل الزاوية ويقفل على المهاجم اللي معاه. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المهاجم هنا لعبها تمام كويس، سبق طبعا بيلعب لوحده هنا اهو مفيش اي حاجه خالص، لعبها. حظنا الحلو بس ان كان معلول ومحمد هاني متاخرين، والراجل طلعت الكره اوف سايد وفرق يا دوبك بس حاجه بسيطه خالص ما بينه وما بين الدفاع عندنا، وطلعت الكره اوف سايد في الاخر.
طيب من الحاجات اللي ظهرت برضو كان واضح فيها كويس قوي، طبعا دي الكرة هي دي تكملة الكرة وهنا اوف سايد، لحد كده مفيش حاجة، الا ان تفوق محمد الشناوي في الكور الانفرادات، تمام، دي مش اول يعني، دي الموضوع ده اتكرر كذا مره، ان محمد الشناوي فعلا من اول الموسم ده الانفرادات هو متحسن فيها جدا، بصرف النظر ان هو بيتوه في بعض الاوقات. الكره دي شالها الشناوي وهي انفراد بالرغم ان هي اوف سايد.